يا جماعة الخير، اللي يدخل يعلق أو يدخل لي بالخاص يقول أن شجعت المنتخب المصري كرها في ميسي أو كرها في الأرجنتين، والله وبالله إني ما شجعت المنتخب المصري إلا حبا في المنتخب المصري، لأنه وصل إلى دور 16، وحبا في أي منتخب سواء المصري أو المغرب أو السعودية أو أي منتخب عربي يوصل ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم. أنا يا أخي عروبيتي تقول أشجع، هذا أنا. أنت إذا شجعت المنتخب الأرجنتيني أو شجعت ميسي على المنتخب العربي عليك أن تراجع عروبيتك، هذا أول شيء. ثاني شيء موضوعي أنا، ليش أكره ميسي؟ في بعضهم يقول لي ليش، والله في بعضهم يدخل الخاص ويجادل، وأقول له يا جماعة أنا ما أستنقص من ميسي، ميسي أسطورة، ميسي لاعب، بس أنا عندي قناعة إنه من لا يرى أسطورتي شيء لا أرى أسطورته أي شيء، ما أرى أسطورته حتى لو كان ميسي. لا تستنقص من كريستيانو عشان ما أستنقص من ميسي، هذا ثاني شيء. ثالث شيء وآخر شيء، أنا كعربي عشان تعرفوا أنا أشجع المنتخبات العربية اللي دخلت كأس العالم. أنا كهشام ما أشجعش المنتخبات، أنا مالي في المنتخبات، ما أحبش المنتخبات باستثناء المنتخبات العربية. أنا لا أشجع مثلا اللي يقول طلعنا البرتغال، يطلع البرتغال إن شاء الله حتى بدور المجموعات، طلعنا فرنسا، انجلترا، ما لي دخل. أنا حتى لو لاعبي ريال مدريد في المنتخبات، هذا أنا أشجع نادي ريال مدريد بس، ما أشجع منتخبات باستثناء المنتخبات العربية. تمام، عشان لا تدخلوا طلعنا مدري من. وعشان تعرفوا لاعبي ريال مدريد في بطولة كأس العالم مسجل لحد الآن فوق 16 هدف. لاعبي ريال مدريد لوحدهم. لاعبين برشلونة كم هدفوا؟ هدف واحد، اللي جابوا لامين يامال. شوف الفرق وين، هذا الفرق. فلا تدخل، يعني أنا الحين حسبت لكم الجدال في الموضوع كله عشان لا تدخل تعلق أو تجيب كلام من رأسك. تحياتي لكم.